هاي جايز، رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير الكبة المشوية بأطيب وأسهل طريقة. ويلا لنبلش بتحضيرها. المكونات منحتاج لوقية لية خروف، نص كيلو شحمة خروف، 200 جرام من اللحمة المفرومة، نحتاج لبصلة، نص كوب من دبس الرمان، ملح، فلفل، جوز مقطع حسب الكمية اللي انتو عم تعملوها، وبدنا معلقتين كبار من السمنة، وكمان رمان. إذا حطيتوا رمان كتير بتطلع الكبة طيبة، بس رحنا هون ما حطيناها لأنه ما كان متوفر عنا الرمان، بس رحنا دايما بنحط فيها رمان، وأنا بنصحكم كمان تحطوا رمان. ويلا نبلش بتحضير الكبة. أول شي ضفنا السمنة، بعدين منضيف البصل المقطع ومنحركن بهيدا الشكل. وهلأ وقتا يصير لونن ذهبي منضيف عليهم اللحمة المفرومة، منضيف عليهم كمان الملح والفلفل، ومنحركن منيح لحتى تستوي اللحمة بهيدا الشكل مثل ما شايفين بالفيديو. وهلأ هون عنا اللحمة استوت بهيدا الشكل. وهلأ هون عنا اللحمة جاهزة، الجوز المقطع، وهون عنا لية الخروف وشحمة الخروف. أول شي منضيف اللحمة اللي قليناها مع بصل، بعدين ضفنا لية الخروف، وهلأ منضيف شحمة الخروف، ملح وفلفل. وهلأ هون بدنا نحركن كتير منيح بهيدا الشكل مثل ما شايفين بالفيديو. وهلأ بعدين منضيفلن دبس الرمان، وأكيد بعدين بدنا نحركن منيح بهيدا الشكل. وهلأ آخر شي منضيف جوز المقطع، وكمان إذا موجود ضيفوا الرمان. وكمان رح ارجع قلكن انه الرمان كتير بيعطيها طعمة طيبة، فانه إذا موجود حطولها رمان كتير بتطلع طيبة. وهيك عنا الحشوة جاهزة. وهلأ للكبة كل كيلو برغل بده 4 كبايات من المي، نص كيلو لحمة ناعمة من دون دهنة، وكمان بدنا بصلة مبشورة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل. وهلأ هون عنا الكبة، نحنا منزلين وصفتها من قبل على اليوتيوب، ححطلكن تحت الرابط بصندوق الوصف. وهلأ هون بدنا نحط شوية نشا مع معلقة كبيرة من المي ومنحركن، وبعدين منحط هيك ايدنا شوي بالمي، ومناخد الكبة ومنعملها هيك على شكل طابة بهيدا الشكل مثل ما شايفين بالفيديو. وهلأ منحط كيس نايلون على الطاولة ومنتعجه بهيدا الشكل،
ونحطن على الطابات، وبعدين نستخدم صحن لحتى نعملن بهيدا الشكل مسطحين. وهلأ صار وقت نحشيون بالحشوة اللي عملناها أنا وياكن. وهلأ بدنا نطبقن فوق بعض بهيدا الشكل، وبعدين بنضغط عالجوانب لحتى نسكرها متل ما شايفين بالفيديو، وبعدين بنحط كيس النايلون وبنستخدم حيلا كباية لحتى نشكل قرص الكبة بهيدا الشكل. شايفين كيف بهيدا الشكل صار عنا قرص شكله كتير منيح؟ شايفين حجمه كمان منيح؟ وكمان فيكن انتو تستخدموا المزيج اللي عملناه قبل النشا والمي لحتى نزبط هيك شوي شكلها من عالطرف. شايفين كيف؟ مثل ما شايفين بالفيديو كيف عم نزبط شوي طرفها بهيدا الشكل. وهلأ صارت جاهزة للشوي. شايفين كيف بالفيديو شكلها كتير حلو وكمان بشهي. وأنا هون كمان حطيت بعد فيديو عشان تشوفوا كيف عم نعملها وتستسهلوا بعدين كيف بتنعمل. وأصلاً هيدي الطريقة كتير سهلة صراحةً، أسهل من الطرق اللي جربناها غير هيدي، وحتى أنه الشكل بيطلع عندكن كتير رائع. وبالفيديو بين كيف بيطلعوا راس الكبة كتير بشهوا. وهلأ هون عنا راس الكبة جاهزين لحتى ينشووا. شايفين قبل ما ينشووا شكلهم كتير بشهي. وهلأ هون صورتلكن ياهن كمان على الفحم كيف عم نشويهم رحمة. وهيك بتكون خلصت وصفة اليوم الكبة المشوية. وحطيتلكن كمان بآخر الفيديو التبولة مع الكبة، كتير كمان التبولة حد الكبة بتطلع طيبة. وكمان إن شاء الله قريباً رح ننزل الكبة اللبنية وكمان الكبة المقلية، فضلكن عم تتابعونا. وأنا أصلاً وقتها ينزلوا ححط الروابط تحت بصندوق الوصف. وكمان